قعدني مثلا في حدود ساعة الا ربع بيحاول ياخد مني حاجة علشان النمر منتهية. فاديته 100 جنيه. بعد كده قال لي ايه ده؟ دي كاميرا؟ قلت له لا بقى، قلت له لا ده انت كده بقى افورتها. لحد لما الظابط جه وطلب ان هو يشوف اللي على الكاميرا وبتاع، وبعد كده عداه. طب يا جدعان ما كان من الاول. كمان انت كده هتضروا شويه ان انا عسكري في الجيش، فقول لهم مشوا الدنيا يعني. والله احنا بلد يعني. ليه بيقول لك الكاميرا ممنوعه؟ ازاي يعني قال لك صور بكاميرا الموبايل، فرقت يعني. الحمد لله. بص بقى بعد الهد والحفرقه والزحمه اللي انا فيها والجو ده، بص بقى درجه الحراره كام؟ درجه الحراره 78. فدي بقى ميزه الهورنت ان هو ما بيسخنش. زي ما انتم شايفين هو من غير فبر، هو بس عايز يتغسل. بعد كده اوريكم المنظر علشان ما تتخضوش. محتاج يتغسل الاول ويتشطف. مفيش حد وصل من الشباب. نخش نكسر الموتوسيكل كده ونوريكم الدنيا عامله ازاي. هوندا هورنت 600 2008 600 سي سي. موتوسيكل جايبينه افراج انجكشن، فرامل عاديه مش اي بي اس. موتوسيكل رايق، موتوسيكل رايق. ينفع معاك بقى مشاوير، ينفع معاك جامعه، شغل، اي حاجه. ما بيسخنش زي ما انتم شايفين الحراره 75، واحنا يعتبر في جو يعني ايه شبه حر شويه. هنطلع دلوقتي على الطريق اتجاه السخنه. هنطلع على الطريق دلوقتي كده ايه، نجرب كده نبت فيه شويه. الشباب واقفه هنا، احنا ايه نطلع قدام شويه كده عشان نعرف نصور لكم موتوسيكل. شويه كده نطلع قدام احنا شويه عشان نصوره، نتكلم عليه شويه. بصوا بقى يا رجاله، ده موتوسيكل هوندا هورنت 2008. ده 600 سي سي انجكشن، فرامل عاديه مش اي بي اس. في منه اي بي اس بس ده مش فرامل اي بي اس. موتوسيكل جايبينه من معرض سعداوي افراج، لكن ده كده اول مالك من الافراج. موتوسيكل فابريكا بالكامل. العلبه الستوك موجوده، متركب له هنا علبه اس سي بروجكت. موتوسيكل بقى مفوقينه كده، لسه عاملين له صيانه وبتاع وجنزير. هو بس محتاج فرده، ولا الفرده اللي ورا مش حلوه. موتوسيكل بقى ولا تقول لي ماشي 20,000 والكلام الفاضي ده. موتوسيكل ماشي 69. موتوسيكل مش ملعوب في عداده. من 2008 لحد دلوقتي 70,000 يعتبر. فيعني تقريبا ده منطقي شويه عن الاسعار اللي احنا بنسمعها. يعني اسف الكيلوهات اللي احنا بنسمعها. في هنا ده الانتظار، وعندك الاشارات والنور العالي والواطي، نور اصفر مش ابيض. كنا عايزين نعمله ليد. تعالوا بقى نسمع صوت الشكمان. وهنا ده مؤشر البنزين. تعالوا نلف الناحيه الثانيه ونسمعكم صوت الشكمان.
شكمانه وصوته حلو. انا كده كده بحب اي حاجه من اس سي بروجكت الصراحه. ده متاكد بس ان الكاميرا بتصور. اسمع بقى يا رايق انت اهو. طيب الموتوسيكل ده صاحبه طالب فيه كام؟ لسه ما سعرناش الموتوسيكل وما شفناش على النت كده ايه نظامه. حبينا بس ايه نفرجكم كده على الموتوسيكل سريعا بما ان ده هيكمل معانا بقيه اليوم. تعالوا نشوف بقى ايه الشباب بتقول ايه. هيجري دلوقتي البوزة مع زد اكس 10. انا اتوقع ان الزد اكس 10 هيطلع الصراحه، فهنشوف بقى. مجال يا جدعان، مجال. مين اللي طالع ده؟ الار 1 كده، بوزة وار 1 وزد اكس 10. التلاتة جايين اهم. مين اللي هيطلع؟ ده البوزة اللي طلع بتهيالي. هو مين اللي طلع؟ البوزة؟ لا، يبقى الار 1. الار 1 هو اللي طلع زي ما انا توقعت. مش شايف حاجة عشان الهلمت سودا. هلا حسين، الار 1 اللي طلع؟ لا. امال مين؟ احلف. الجيكسر اللي طلع. ايه ده؟ ازاي؟ حلوة الار 1 دي. الار 1 والجيكسر. الار 1 طلع طبعا. الجيكسر ما بيجريش اساسا. الار 1 برضه يا جدعان يعني حاجه تانية. بتتكلموا في ايه؟ تعالوا نتفرج على الموتوسيكلات اللي موجوده بقى. ال1000 الهورنت اللي انا جاي بيه. الجيكسر 954 ده 1000. جيكسر ار 1 زد اكس بوزة 1000. نتحرك على ماستر وبعد كده نرجع على التجمع ونعمل قلق شويه ونشوف بقى ايه اليوم هيمشي ازاي. يعني بصوا بعد الحفركه واللف والدوشه والزحمه الحراره 85. فدي ميزه من مميزات الهورنت. ايه يا عم الفرح اللي انت عامله؟ فدي ميزه من مميزات الهورنت ان هو فعلا ما بيسخنش، وفعلا اعطاله يعني نادرا لما يحصل فيه حاجه. الحمد لله يعني ما شاء الله. بس فعلا نادرا لما يحصل حاجه في الموتوسيكل الهورنت. وصوته بجد ما شاء الله، يعني لما تركب علبه صح فعلا صوته بتبقى نظيف. طبعا سيبك من هو قال ايه. ما علينا. كفايه قوي كده بقى. نرجع جراج، نرجع الاخ ده وناخد ال 600 حبيبنا. عايزين نحط بنزين الاول. خلاص بقى فصلت بدري كده. اه والله. يا الحمد لله على السلامه. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ زي الفل يا حبيبي. خدت الشاحن بتاعك؟ لا صح، كويس انك فكرتني. انت عايزه؟ ايوه يا عم بشحن بيك كمان. والله كان يوم جميل وطلعنا جربنا الهورنت. ما اعرفش مين اللي قافل الجراج ده. عايز انزل يعني اكيد مش بزمر لك برخم عليك. كان يوم لذيذ والجو كان هوا بالزياده بس، فما عرفناش نجري براحتنا على الطريق. فاتمنيت الطلعه دي كان معايا موتوسيكل سبورت الصراحه. يعني كان معايا، يعني كنت اتمنى يبقى معايا موتوسيكل سبورت بدل النيك بايك، بس كله لاجل التجربه. ودينا جربنا الموتوسيكل وطلعنا فوقناه شويه. وفي الاول وفي الاخر برضو مش هعرف استغنى عن حبيب قلبي اهو واقف لوحده. جيتلك ما سبتكش ولا هفرط فيك، بس اخوك بقاله شهور واقف حرام، يعني لازم نرضيه شويه. طبعا نظبط الركنه عشان هو ايه هيتركن بقى لحد لما نعرضه كده ولا نشوف هنعمل فيه ايه. وهو ده يا جدعان الهوندا الهورنت بعيوبه بمميزاته. هو تقريبا يعني عيبه الوحيد ان هو ما فيهوش سكرينه. هو المفروض بيتركب له سكرينه من هنا اصلا، بس يعني مش موجوده دلوقتي. بس عيبه الوحيد ان الهواء كله مين اللي بياخده؟ اللي سايق. لكن السبورت انت نظام الهواء مظبوط شويه، يعني ايه ظابطها لك. هو الركنه دي انا بقعد انهج، يعني انا بدات انهج خلاص. ايه ده؟ هو القفل بتاعي ماشي.
وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، ونراكم لاحقا.